دلوقتي انا معايا الخيط ده خيط الكليم يا جماعه. كل ما باجي اشتغل بيه حاجه بلاقيها شكلها مش حلو. شايفين يعني بس شكلها بيبقى كده ايه، مجعلص. شايفين ده المفروض كان هيبقى كوستر مربع، بس لان الخيط تخين دي كانت النتيجة. طيب احل ده ازاي وانا مش عايزة اسيب الخيط كده؟ قررت ان انا اقصه. قررت ان انا اجيب الخيط بالشكل ده، تمام، وافتحه كده من المنتصف بما انه خيط كبير ومش عايزه ارميه، وبصراحه عايزه استفاد منه ولونه عجبني، فقررت ان انا اقصه. فانا كده زي ما احنا شايفين هعمل كده في نص الخيط وهبدأ اقصه وارفعه عشان لما اعمل بيه اي شكل يطلع معايا الشكل سيمبل كده وجميل، كمان ما يبقاش بالمنظر ده، نفس المنظر ده. فهنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هحاول كده هحاول اوسطن الخيط على قد ما اقدر. شايفين كده هي بس تمام. هحاول بس كده اظبطه و يعني ايه، هحاول اوسطن اخلي الجزء اللي هنا قد الجزء ده في القص. شايفين بقى رفيع ازاي، بقى شكله جميل بجد. هنفضل نقص كده، يعني تقريبا احنا لو عملنا الحركة دي الشنطة تطلع معانا خفيفة، الوزن بتاع الخيط هيخف معانا شوية، لان طبعا مش هيبقى بنفس السمك اللي احنا نشتغل بيه لو اشتغلنا طبعا بالسمك ده كده، مختلف تماما لو اشتغلنا بالسمك ده، تمام. فالشنطة المقاس بتاعها هيطلع صغير، او يعني مش المقاس الوزن مش هتبقى كبيرة كده وشكلها قبيح، وفي نفس الوقت هنبقى كده استفدنا بالخيط اللي احنا بنحبه، وكمان عملنا الشكل اللي احنا بنحبه. شايفين كده هفضل اقص، بمسك كده بايديا وبحاول، هو احنا بمجرد ما نمشي كده المقص الفتحات دي في الجزء الملفوف ده هنلاقيه بيتفتح على طول لوحده كده. الطريقة دي لما عملتها ريحتني جدا وعملت لي يعني اشكال حلوة، وما حسيتش الخيط تقيل على ايدي وانا بشتغل، وما حسيتش كده الشكل مش عاجبني، لا حسيت الشكل تمام زي ما انا حابة. فجربوها مش هتندموا بجد، طريقة جميلة. كده بعد ما خلصت كل كمية الخيط، شايفين السمك كده هيبقى احلى، هيبقى شكله كيوت كده في الغرزة بتاعتها، تبقى شكلها حلو وسهلة.